أيا كان عملك، هذا القانون إذا طبقته راح يفيدك جدا بحياتك. القانون يعتبر واحد من قوانين مورفي. فمن هو مورفي وما هي قصته بشكل سريع؟ مورفي طيار أمريكي كان يقضي أغلب ساعات الطيران الطويلة بالتفكير بأمور ومشاكل تحصل في الحياة وإيجاد حلول إلها. فواحد من القوانين الجميلة اللي كتبها يقول بيها: عندما تبدأ بعمل ما حتما سيأتي عمل آخر يشغلك، لازم يجيك عمل أو اتصال يشغلك. يعني على سبيل المثال، انت قررت اليوم ان تجدد اجازة السوق، واجازة السوق ضرورية. اللي يسوق سيارة اليوم بدون اجازة يتغرم 200 ألف وينسجن وتنحجز السيارة. يعني شغلة مهمة لازم تسويها. فمن فكرت تسوي اجازة السوق مباشر راح تجي ببالك اشياء تشغلك ما بيها مجال. راح يجي ببالك الصيف جانا ولازم تنظف السبلت، راح يجي ببالك القلوب مال المطبخ مشتعل ويحتاج تبديل، راح يجي ببالك ابنك او بنتك بالمدرسة اللي صار لك سنة ما تعرف عنه شيء. من قررت تجدد إجازة السوق جت ببالك لازم تروح تسأل عنه بالمدرسة. أو أحيانا يجيك اتصال من صديق: تحضر اليوم راح نروح على فلان مكان، وين انت؟ عندي شغلة وياك. يعني مستحيل ما تجيك واحدة من هذه الأمور. أكثر الناس اللي يقعون بهذا المطب هم الناس اللي يشتغلون بالبناء. صار له شهر قاعد ما عنده شغل، بالدقيقة اللي قضب بيها شغل بدت الاتصالات تجي، ويظل محتار، يوم يشتغل بهذا البيت وثاني يوم يتحول على البيت الآخر. وهذا الشيء خطأ كبير يفقدك سمعتك. فشنو الحل؟ الحل ببساطة حبايبي، من تجيك شغلتين بنفس الوقت لازم توازن أمورك وتعرف ياهو المهمة منهم. فالشغلة المهمة إذا قلت عليها نعم، تلقائيا عقلك راح يقول للشغلة الثانية لا. يعني إذا كنت تشتغل بالبناء مثلا وقاضب شغل ببيت وجاك شغل ببيت آخر، مباشرة ارفض الشغل الآخر وركز على الشغل اللي بيدك حتى لا تفقد سمعتك وتخسر كثير. وراح أضرب لكم مثال واقعي حدث وياي شخصيا حتى تصل الفكرة بشكل أوضح. شخص كلفته بشغلة معينة تخص البناء، اتفاجأت بالإبداع اللي عنده، سواها بطريقة احترافية جدا، بس للأسف خسرني مدى الحياة وما ممكن أن أتعامل وياه أو أمدح شغله لأي شخص. ليه؟ الشخص غير منظم، ما عنده نظام بحياته، يشتغل عندي يوم وثاني يوم يشتغل ببيت آخر، ولا هو مكمل شغله وياي ولا هو مكمل شغل البيت الآخر. ولو نفكر شوية بالموضوع كان عرف هو خسرني وخسر أبو البيت الآخر، لأن اثنيننا راح نقول هذا الشخص غير منضبط بعمله. وقيس على ذلك كل الأمور اللي تصير بحياتك. الخلاصة، من تقرر تسوي شغلة مهمة بحياتك راح تجي ببالك شغلة تلهيك. حاول ترفضها وتركز على الشغلة المهمة اللي نويت تسويها. وسلامتكم.